بيقولوا عليا شاطرة في المسقعة. طب تعالوا كده بينا نشوف انا شاطرة ولا مش شاطرة. اول حاجة البتنجان عندي الرومي قطعته، رشيت عليه كده رشة من الملح على مناديل، وسبته ان هو يصفي كل المية اللي فيه خالص نص ساعة كده بالظبط. بعدين طاسة عندنا فيها زيت، استنى لما الزيت يسخن ننزل عندنا بقى البتنجان نقليه ياخد لون كده من ناحيتين. هنخلص كل كمية البتنجان عندنا. انا في الوقت ده بقطع قرن فلفل عادي وقرن فلفل سبايسي وبطاطس، بقطعها كده مكعبات شرايح اي حاجة، بس المكعبات هتبقى اسهل وتستوي معانا مع البتنجان بسرعة. هنزل كده بقى بالبتنجان كده خلاص، اسفة خلصت البتنجان. هنزل بقى بالبطاطس اللي انا مقطعاها والفلفل، ياخدوا برضو كده لون زي البتنجان بالظبط. في الوقت ده كون ضربة في الخلاط 4 طماطمات كبار اللي هو مقدار نص كيلو طماطم. عندك صلصة جاهزة حطي مقدار معلقتين على كوبايتين او 3 كوبايات مية عادي. هنزل عندي بقى كده مسقعة يعني دقة، معلقة كده من الدقة، معلقة صغيرة او نص معلقة. الدقة دي دايما عاملاها عندي اساسي في البرطمانات بقى، السمك بتنجان محشي بحطها بصراحة في كل حاجة. هبدأ انزل بقى كده بنص معلقة من الملح، نص معلقة من الفلفل الاسمر، نص معلقة من الكمون، رشة كده محترمة كده من البابريكا يعني مقدار برضو نص معلقة. هقلب بقى كل ده مع بعض كويس كده. هجيب بقى الطاجن او الصينية او البايركس اللي بيدخل الفرن عادي او بتستخدم مع البوتاجاز، وابدأ ارص فيه البتنجان. مش بنحط فيها اي حاجة لان اصلا كل حاجة مقلية بزيت، فمش بنحتاج نحط زيت تاني ولا اي حاجة. هنرص بقى البتنجان كده بطريقة عشوائية عادي. ننزل بقى بالبطاطس برضو والفلفل، نرصها طبقات طبقات كده. اهم حاجة ما تبقاش في حاجة باينة من الصينية او كده عشان ايه يعني الصلصة تشرب من كله. هبدأ انزل بقى بعصير الطماطم، هغطي عليها بالظبط ربع ساعة وبتبقى جاهزة معانا. عايزة بقى تدخليها في الفرن ماشي، مش عايزة